أهم الوصايا التي يوصي بها الكرد أبنائهم وبناتهم، وهي تعكس جوهر قيم الكردية العميقة الموروثة عبره الأجيال، وهي تقال عبر الحكم والأقوال الشعبية أو نصائح الأمهات والآباء. دافع عن كرامتك كما تدافع عن حياتك. الكرامة فوق الخبز والماء. الكرد يعلمون أبنائهم أن الكرامة لا تشترى بالمال، وأنه أغلى ما يملكون. لا تنس لغتك، فهي هويتك وحياتك ووجودك، وإن لم تتكلمها سوف تموت فيك. أمام عمليات الطمس، يوصي الآباء الأبناء عدم نسيان الكردية. إنها قاعدة الأساسية للانتماء، وهي عنوان الهوية. حماية الأرض كحماية الأم والعرض. الأرض في الوعي الكردي كالعرضي والكرامة، يتم غرسه في القلوب والوعي الجمعي الكردي. من لا يحرس الأرض لا يملك شرفاً ولا كرامة، وهذه التعاريف الكردية يتم تعليمها منذ الصغر. لا تخن مع من أحبك. الوفاء قيم نبيلة في الثقافة الكردية، سواء مع الأصدقاء والأسرة والزوجة. احترموا الكبار وإن صعب فهم الغاية من الحكم والإرشاد. الكبار عند الكرد لهم مكانة عالية، وهم في موضع التبجيل والإجلال، ووقار الكبار مثمن بأعلى المراتب المجتمعية. من المهم التعرف على الجغرافية الكردستانية بأقاليمها الأربعة، والتعرف على أماكن تواجد الكرد فيها، وأن كل بيت كردي هو لكل أشقائهم من الكردة، والتعرف على تاريخ الكرد ما أمكن، معرفة الملاحم الكردية وبعض القصائد الشعر الكردية، التسمية بالأسماء الكردية، وإن باللقب الذي يحل مكان الاسم المستعار. وعلى الكرد في المهجر الغير الناطقين باللغة الكردية إدخال بعض المفردات الكردية في حديثهم اليومي، مثل شكراً، سيباس، تحياتي، سلاف، صباح الخير، روتش باش، لبس الزي الكردي في بعض المناسبات، الحفاظ على بعض الأكلات الكردية وإعداد بعض الطبخات الكردية في كل فترة، سماع التراتل الأغاني الكردية الشعبية، وما أجمل ما قدمه رواد الفن بالطرب الكردي الأصيل، إبراز الألوان التالية الأحمر والأصفر والأبيض، وكذلك اللون الأخضر، وهذه ألوان الطيف الكردي موجودة في أعلام الكردية وأعلام حركات التحرر الوطني الكردستاني. من الواجب الأخلاقي استعادة الذاكرة الكردية وإعادة الشخصية الكردستانية الأصيلة. الكتابة والإعداد سردار رامان. آماده کاری سردار رامان.